معاك منديل. باشا منصور منصور يصل إلى المركز الثالث، وبين الأولمبي صاحب المركز الثاني الذي يحاول أن يفوز أيضا بالثلاث نقاط لكي يتصدر قمة المجموعة السادسة. مباراة صعبة بين إصرار ورغبة كفر الزيات وبين طموح الأولمبي. تبدأ المباراة الكبيرة الليلة. في هذه المباراة الكبيرة هنشوف تشكيلة الفريقين النهارده. فريق مالية كفر الزيات في حراسة المرمى أحمد نبيل، بيلعب في قلب الدفاع نادر السيد وعبد الله البلاط، ناحية اليمين بيلعب حسام خليل، في الشمال بيلعب الحسيني محمد، في الارتكاز أحمد فتحي وشريف عمر. راس حربة اهوت متأخر بيلعب اللاعب محمد وهدان اهوت صانع الألعاب. محمود يحيى بيلعب متقدم ناحية اليمين، وأحمد بسيوني الشهير بدكة ناحية الشمال رقم 7، والفيلسوف أحمد سقراط ابن المنصورة رقم 9 مهاجم المالية، وهو حامل يعني هنقول هجمات المالية وهداف المالية في ماتش النهارده. أما فريق الأولمبي السكندري في حراسة المرمى بيلعب محمد طلعت، عطية البلقاسي لاعب الأهلي السابق وتامر سمير بيلعبوا في الارتكاز، محمد جابر ناحية اليمين وسامع عزوز ناحية الشمال، محمد حموكشة وخالد الشيخ وسعيد بدير الجوهري في الارتكاز، أحمد بوجي هو صانع الألعاب وكابتن الفريق، بيول أكبان النجيري وإسماعيل شرف مهاجمي فريق الأولمبي في ماتش النهارده. ننهي الأسماء مع حكم المباراة بقيادة الحكم سعيد لطفي، واللي قال لي أنا مثل الأعلى كلينا أحمد فوزي مساعد أول، وإبراهيم منصور مساعد ثاني، والكابتن فرج سعد هو حكم رابع في ماتش النهارده. الدكتور هشام صديق رئيس لجنة حكام الغربية يحضر اللقاء، ومن لجنة هيئة المسابقات بيحضر أيضا الكابتن أحمد عبد المهيمن. هذا هو الكابتن سعيد لطفي يستعد لبداية الشوط الأول، والكرة الأولى هي يمكن ترجع وتخبط في السيقان المتكاثرة في منطقة الجزاء، وعلى طول الفاول اهوت لصالح فريق المالية. – 27 دقيقة من زمن وأحداث الشوط الأول، وما زالت النتيجة 0-0 بين مالية كفر الزيات والأولمبي الرياضي السكندري. والله شد رقم كام؟ 5 رقم كام ده؟ 3. فاول الحسين محمد واقف على طول بشماله على طول، لكن يسيبها. يا سلام، هدف جميل، هدف جميل. الضربة الثابتة هي اللي كان ليها على طول الكلمة النهارده، وعلى طول هدف جميل من شريف عمر يسجل الجول الأول لصالح المالية في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول. شالها بيمينه حلوة من فوق الحائط البشري على يمين الحارس محمد طلعت لتتقدم. تروح حياة الكرة لشريف عمر، يلعب شريف لمحمود يحيى، الكرة حلوة جدا لوهدان، يخترق وهدان، يعدي وهدان، وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح فريق المالية. بيصفر اهوت الكابتن سعيد لطفي، ضربة جزاء لصالح وهدان، وهذا لاعب الأولمبي رايحين للكابتن سعيد لطفي على طول. اللاعب وهدان قصير مكير موهوب، عدى من ناحية اليمين ودخل المنطقة واصطدم بالمدافع سامع عزوز
يفوز، والحكم على طول لم يتردد ويصفر ضربة جزاء لصالح فريق المالية في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول. هنشوف اهوت مين اللي هيسدد ومين اللي معاه التكليف بالتسديد من فريق مالية كفر الزيات. رقم كام؟ رقم كام؟ مش راضي يقف. 7. على طول هيلعبها احمد دكة، 1 على 1. محمد طلعت ودكة، فرصة الهدف الثاني للمالية. هل ينهي المالية المباراة من الشوط الأول؟ دكة يا دكة يا دكة يا دكة، ثبت محمد طلعت وحطها جميلة، تيجي في العرض على طول من اللاعب أحمد فتحي. أحمد فتحي يسجل الهدف الثاني للمالية ويسجل الهدف الجميل من ضربة جزاء ثبت فيها الحارس محمد طلعت وحط كرة جميلة ترتطم بالعارضة وتنزل على طول لهدف، معلنا على طول اهوت الكابتن سعيد لطفي في الدقيقة 44 عن ثاني اهداف اللقاء لصالح فريق المالية الشوط الاول. بيول اكبان، يا سلام يا بيول، يعدي بيول وضرب. هنشوف الحكم اهوت كابتن سعيد لطفي بيقول على طول سيميليشن على بيول اكبان.